اهلا بيكم في حلقه جديده مما لا يسع المهندس جهله. النهارده احنا بنتكلم على موضوع بيغلب طلبه وبيغلب ساعات المهندسين او الناس بتستخدمه وهي مش عارفه هو اساسه منين، اللي هو اليونتس بتاعت الزوايا او الوحدات بتاعت الزوايا اللي هي الراد او الراديان والديجري. ايه القصه بتاعتهم الاثنين؟ يعني جت منين؟ اول حاجه تعال نبص الاول حاجه على الديجري. الديجري دي لما انت تبص على اليونتس بتاعت الدايره هتلاقي ان الدايره دي بدأ من زاويه صفر وفي دوره كامله بتعمل 360 درجه. السؤال الاول ليه 360؟ ليه مش 350؟ ليه مش 370؟ ليه مش 450؟ ليه مش اي رقم تاني؟ الفكره في الاساس ان النظام ده هو نظام قديم جدا ونظام بيعود لحضاره بابل او البابليين، ان هم كانوا بيقسموا كل شيء ل 60 قطعه. يعني انت دلوقتي لما تيجي تبص مثلا على الجنيه بتقسمه ل 100 قرش، على الدولار 100 سنت، فانت ذهنك دايما مرتبط بال100، عمره ما ارتبط بال60. طب ليه هم ربطوه بال60؟ وليه ايه قصه ال100 دي جت منين؟ قصه ال100 دي احنا قلناها في الحلقه بتاعت اليونتس ان هي جايه من المالتيبليكيشن والسفكس اللي هي بتاعت التقسيم، اللي هي السنتي والديسي والملي والكلام ده كله. ايه بقى قصه اللي هي ال 360 دي؟ 360 دي هي مضاعفات لرقم 60، وهم بيقولوا ان اي حاجه بتلف دوره كامله المفروض تاخد 360 درجه لانها مضاعفات لرقم 60. مثال على كده الارض انت عندك بتلف حوالين الشمس، عندك 12 شهر تقريبا، في 30 يوم يديك 360، فاي اكتمال لاي دوره بنديها 360. طب مش معنى رقم 60 برضه؟ رقم 60 رقم غريب جدا، يعني لانه بيقبل الاسم على الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه، بيقبل على ارقام كبيره كتيره جدا، ويمكن تقسيمه لربع ونص، وتلاقي التقسيمه بتاعته 3/4. زي بالظبط كده لما تبص للساعه هتلاقي تقسيم النص والثلاث ارباع والربع، تلاقي رقم غريب جدا رقم ال60، وعشان كده هم استخدموا رقم ال60. ورقم ال60 دوت هتلاقيه بقى بمضاعفاته بقى، هتلاقيه في الدايره 180 270 360 وهكذا. ده نظام بابلي او نظام من حضاره بابل بيقسم الدايره ل 360 درجه. النظام ده يكافئه نظام تاني اسمه نظام الراد او الراديان، والنظام ده ليه قصه تانيه خالص، ان اي دايره بتترسم بيكون محيطها هو ضعف 3 مرات تقريبا الديامتر بتاعها. يعني انت لو انت عندك مثلا الديامتر 3 هتلاقي يعني المحيط في رينج مثلا 9 وشويه مثلا، وهو ده اللي هو الرقم باي اللي هو 3.14%. يعني ترسم اي دايره او تجيب مثلا خيط او تجيب حاجه او حبل وتلفه عشان ترسم دايره، هتلاقي ان الخيط ده طوله تقريبا ضعف الديامتر او القطر بتاعه 3 مرات. فهنا بيديك المحيط بتاع الدايره هو عباره عن باي دي اللي هي 3.14% في الديامتر بتاع الدايره. لو انت خدت طول اي قوس من الدايره ده بيكون عباره عن ار سيتا، او بمعنى اخر نص الديامتر في سيتا. لو انت سويت ده بده هتلاقي ان السيتا ما هي الا 2 باي، يعني الدوره كامله 2 باي. 2 باي دي يعني كام؟ يعني تقريبا 2 في 3.14%، يعني 6 و28، يعني 6.28. الرقم ده تساويه ب 360، ده وده ساوي الرقم ده بده. ده تقسيم راديان بيقسم الدايره ل6 قطع و28%، والنظام الثاني بيقسم الدايره ل 360 قطعه. لما تساويهم ببعض هتفهم هنا ان احنا مثلا لما نقول زاويه 90 نقول مثلا ايه؟ باي على 2، 3.14% على 2. لما نقول مثلا زاويه 180 هنقول باي 3.14 لانها نص دايره. لما نقول زاويه 360 هنقول ان هي 2 باي لانها بتبقى الدايره كامله فيديك 6.14% وهكذا. فالفكره بتاعه الراد والديجري ان هو بيعمل تناظر بيخليك تقدر تحول من الديجري للراد في اي وقت، او من الراد للديجري او العكس. الفكره من التو يونتس ان هي بتخليك تقدر تحول من الراد للديجري او من الديجري للراد. طبعا التحويل دوت احنا بنستخدمه عامه في اليونتس، واليونتس اللي هي السيستم انترناشونال اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. اليونتس دي بتستخدم الراد. الديجري هي مجرد ريبريزنتيشن او مجرد حاجه الطلبه الصغيرين بيستخدموها عشان يحسوا بالزاويه، بس كل المهندسين بيستخدموا الراد. استخدام الراد هيكون امن ليك، لان وانس انك استخدمت الراد انت كده داخل السيستم انترناشونال يونت او داخل النظام المتري، فمش هتحس باي مشكله. زائد ان الديجري هي مجرد ريبريزنتيشن، والزاويه 30 الزاويه 60 الزاويه 80 مش هتعرف تخش في اي معادله الا لما يكون قدامها داله مثلثيه، يعني ساين 60 او ساين 30 كوزاين 60
تان 30. انا ممكن في الحاله دي اعبر بالديجري، لكن غير كده لازم تشتغل بالراد. خلاصه القول، انت عندك في نظامين لتقسيم الدايره او تقسيم الزوايا، في نظام اسمه راد وفي نظام اسمه الديجري. النظامين دول انت ممكن تستخدم ده او ده، لكن كامان انك تستخدم الراد افضل، لان الراد بيتوافق مع السيستم انترناشونال او مع المتريك يونتس. لو استفدت معلومه جديده من اللي احنا قلناه النهارده، اعمل لايك وشير للفيديو ده، ولو انت عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتس، ولو انت في موضوع شاغل بالك ومحتاج تعرف اساسياته او جه منين او ايه الفرق بين اي مصطلحين اكتبه لنا، وممكن نخليه في الحلقات القادمه. شكرا جزيلا لكم.